عمرك قعدتِ ساعة كاملة بتردي على حد في دماغِك والشخص ده أصلًا مش قدامِك؟ أو تخيلتِ حوار كامل في حد غلط في حقِك وراجع بيعتذر لِك وبتقولي له كل اللي واجعِك؟ طب تعالي أقول لِك على حاجة من أجمل الحاجات اللي اتعلمتها عن إدارة العقل والدماغ، فكرة لو ضبطتيها هتعيشي بالِك مرتاح ودماغِك مش مسوحاكِ وهتفرق في ساعتِك النفسية 180 درجة. واحدة من أهم آليات عمل الدماغ إنه بيسعى دائمًا لهدف، ما فيش حاجة اسمها عقل فاضي بدون هدف، العقل ده منظمة مبتكرة إنها تحدد أهداف وتشتغل على تحقيقها، حتى لو كانت أهداف مش مفيدة. عقلِك طول الوقت بيدوّر أحقق إيه، أوصل لإيه، أكمّل إيه ناقص لسه ما كملش. المشكلة بقى إنِّك لو ما حددتلهوش الحاجات اللي يفكّر فيها، هو مش هيقعد مستنيكِ، هيخترع هو هدف. هيجيبه منين؟ من الشرق والغرب والقديم والجديد وعيشي بقى. موقف قديم عدّى خلاص، هدفه إنِّك تردّي عليه وتخلّصيه. حد غلط وما اعتذرش، هدفه يجيب الاعتذار حتى لو مش applicable أو الشخص ده مش موجود أصلًا على قيد الحياة. حاجة أنتِ قصّرتِ فيها، هدفه يخلّصها حتى لو في خيالِك وحتى لو بإنه يكربجِك علشان تقومي تخلّصيها. يقعد يعيد ويزيد ويكمّل سيناريوهات تستهلك طاقتِك، تستنزف قواكِ وتخلّي خُلقِك ضيّق ومش مستحملة حاجة من أحداث الحياة. ده مش عشان العقل شرير، العقل عامل زي العربية اللي دايرة 24 ساعة، لو ما فيش سواق شاطر يتحكم فيها هتعمل كوارث. طيب لو في سواق شاطر بس ما عندوش وجهة يتجه ليها، السواق نفسه هيلف في دواير حوالين نفسه تستنزف جهده وتحرق بنزين من غير ما يوصل لحتة. فالحل مش انك تحاربي افكارك، الحل انك تستخدمي آلية دماغك بس تخليها تشتغل لمصلحتك مش ضدك. فكل يوم كلمي عقلك واسأليه ايه هدفي النهارده، ولو سمحتي حطي حاجات صغيرة عشان تبقي عارفة تحققيها. ايه فكرة واحدة بس إيجابية النهاردة أركز عليها، أملى دماغي بيها كل شوية أرجع لها. والأمثلة كتير، من إني النهاردة أركز على الحلو عند ولادي، النهاردة هفكر في ألطاف ربنا عليا، كل شوية تفكر في الجملة الحلوة اللي سمعتها في الفيديو وشحنت طاقتي. لما تشغلي عقلك بحاجة واضحة هتلاقيه بيهدى، لأنك اديتيله اتجاه. ودي واحدة من أهم مفاتيح المرونة النفسية، إنك تختاري أنت عقلك بيشتغل إزاي طول اليوم. والمفاتيح دي وأكتر بكتير بنتعلمها مع بعض في كورس عيش البراح، لو عايزة تزودي مرونتك وسعتك النفسية وتعيشي بتنتجي بس من غير ما ترهقي وتستنزفي.